السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابب أتكلم في كام معلومة كده ممكن الناس تستفاد منها. أول حاجة يا جماعة، كنت قلت في منشور قبل كده تحليل الهيموجلوبين يا ريت ما نعملوش والواحد عنده جفاف. يعني مثلا أي حد عنده مثلا ترجيع بزيادة، إسهال شديد، بيدخل الحمام كتير، بيعرق كتير وما بيعوضش السوائل دي، يا ريت في الفترة دي طول ما انت مش مضطر او مستعجل يا ريت تأجل تحليل الهيموجلوبين لحد ما تظبط السوائل في الجسم عندك. لأن ببساطة انت لو عندك كوباية المية دي دوبت فيها مع سكر أو ملح، السكر أو الملح ده لو احنا الهيموجلوبين بنقيس تركيزه زي الملح كده، لو جيت قيس تركيزه في الكوباية وهي ملانة هتلاقي تركيز الملح أو السكر قليل. طيب لو فضيت شوية من المحلول ده من المية، أو فضيت الكوباية كلها أو المحلول أقل من الكوباية وقيس تركيز السكر أو الملح، كل ما تقلل المحلول السائل اللي في الكوباية كل ما التركيز بتاع الحاجة اللي أنت مدوبها تزيد. نفس الفكرة في الدم، أنت كل ما حجم الدم بيقل أو السوائل اللي في الدم بتقل كل ما تركيز الهيموجلوبين هيعلى. وطبعا ده مش صح، بتبقى نتيجة وهمية، لأن أنت أول ما هتعوض السوائل دي وجيت تعمل التحليل تاني هتلاقي التحليل فرق. يعني ممكن تبقى عامله يطلع 11 وأنت عندك جفاف، فجأة بعدها بأسبوع لو خدت محاليل أو ظبطت السوائل عندك هتيجي تعمل التحليل تلاقيه 9. طب المعمل غلط؟ لا مش غلط، أنت اللي كنت المفروض الفترة دي ما تعملش تحليل بس. وطبعا وارد إن أي معمل يغلط، بس دي أنا بقول لك ده سبب من ضمن الأسباب. فاللي مش مستعجل يأجل. دي أول نقطة كنت عايز أتكلم فيها. تاني نقطة يا جماعة، مش كل واحد عنده جرثومة يبقى هو ده سبب تعبه، لأن في ناس كتير بتاخد علاج الجرثومة تقول لك أنا لسه تعبان. ماشي، ما هو هي اصلا ما كانتش هي اللي تعباك. انت عندك جرثومه، 90% من الناس عندها جرثومه بس مش هي سبب التعب اللي عندها. فمش معنى ان انت عندك جرثومه يبقى هي اللي تعباك، لا. ممكن يبقى عندك ارتجاع مريء ومش هي السبب، ممكن يبقى عندك قولون، ممكن يبقى عندك التهاب في المعده نفسها، فمش لازم يكون هو ده السبب. تالت حاجه، النقطة دي حتى أنا كنت ناوي أتكلم فيها، بس اللي فكرني دلوقتي حالة جت دلوقتي إيه، السؤال ده بيسأل كتير. لا حد يقول لك إيه، أنا بيحصل لي زمة كده وجسمي بيتكسر وأعرق فجأة كده ووشي بيتغير الكلام ده. على طول أول ما بسمع الوصف ده يعني في أوقات معينة بقول لهم يا جماعة في التهاب في منطقة في الجسم، ده بيبقى رد فعل مناعي من الجسم. فعلى طول قلت لها انت اللي تقدري للمريض ده، يعني قلت له انت اللي تقدر تحدد ايه اللي عندك او ايه اللي تعبك. ففي التهاب في منطقه جسمك انت اللي تقدر تقولها. او ممكن على فكره وانت بتعمل حمام يكون في عندك امساك، ممكن يبقى شرخ او التهاب في منطقه فتحه الشرج، فالالتهاب ده بيعمل